أهلا بك كرم الجميع ينتظر ألبوم زناد 23. حدثنا عن سبب اختيارك لهذا الاسم أولا. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. التحية لك صديقي إسماعيل على هذه المقابلة البسيطة الراقية. في البداية ألبوم زنادة 23 هو ألبوم يحمل قصص واقعية على شكل دراما. الألبوم يحتوي على 6 أفلام قصيرة. كل فيلم يتعلق في جانب، منها جانب سياسي ومنها جانب الآخر إنساني، وهناك جوانب اجتماعية أيضا. سنعالج قضايا واقعية يعاني منها الجميع في الساحة الفلسطينية، ليس فحسب على مستوى غزة وإنما على المستوى الفلسطيني ككل في غزة والشتات والضفة. سيتناول مجموعة من القضايا. فيلم حديث الحب والحرب، وسيناصر القضية الفلسطينية عن طريق الحب والسلام والبناء، بعيدا عن لغة الانكسار والدمار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني على مرار تاريخه. وهناك فيلم آخر تحت اسم كن إنسانا، يدعم ويحاكي قضايا الأطفال الباعة القاصرين في شوارع غزة المنتشرين على كل زقاق. سيعالج قضية، سنتطرق إلى قضية الأطفال وسنضع حلول في نهاية الفيلم. لكن كرم، هل رأيت أن هناك اهتمام من قبل المؤسسات الداعمة لقضايا الشباب والأفلام بصورة عامة؟ والله هو شوف، يعني احنا على باستمرار على مدار عملنا في العمل الشبابي والمؤسساتي. المؤسسات يعني مغيبة نوعا ما عن الساحة الشبابية، ولكن طرقنا كل الأبواب، طرقنا كل هل كان هناك داعم في هذه الفترة يعني تحديدا؟ هناك وعودات من مؤسسات المجتمع مثل، وهناك وعودات من البنوك في غزة ومؤسسات تهتم بجانب الثقافي، ولكن تبقى وعودات على ورق. نحن مستمرون في العمل على تصوير الأفلام وعلى إنتاجها، وعند تحضيرها إن شاء الله سنعمل على توزيعها على مؤسسات المجتمع المدني وأخذ عرض سعر بما يتلائم ويناسب حجم الأفلام والزخم الإعلامي الذي سيرافقها إن شاء الله. ما هي رسالتك للجمهور المتابع بشوق لهذه السلسلة من الأفلام؟ أنا أوجه رسالة بسيطة. نحن نؤمن بالإعلام، نؤمن بقدراتنا، نؤمن بمتابعة الجميع، ولكن خير الكلام ما قل ودل. انتظرونا في حدث سينمائي جميل، انتظرونا في حدث سينمائي فريد من نوعه، الأكبر من نوعه على مستوى فلسطين. وهناك بشرى صار لأهلنا في الضفة الغربية، تم تنسيق مع وزارة الثقافة هناك عبر الدكتور إيهاب بسيس وزير الثقافة الفلسطيني، على أن يتم عرض مجموعة الأفلام في قصر الثقافة في رام الله إن شاء الله، إذانا بعرضه في غزة بإذن الله تعالى. شكرا لك أيها الإعلامي الجميل كرم أبو زنادة. شكرا. وأيضا أتمنى لك التوفيق ودوام النشاط الذي يحتويك وقدرتك على إدارة شؤونك خاصة في المجال الإعلامي. كل الحب والاحترام كرم، يعطيك العافية.